سامي والناس برنامج ثقافي اجتماعي رياضي فني. برنامج سامي والناس في خدمة المجتمع المصري. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الاسبوعي المتجدد دائما معكم في برنامج سامي والناس. قبل ما نبدا حلقتنا معاكم النهارده تتقدم الزميله الاعلاميه والصحفيه نيفين حسيب بخالص التهاني واجمل منى وارق تحياتها الى سياده المستشار منير عريان، وده طبعا بمناسبه عيد ميلاد حفيدته جميله الجميلات ماروسكا لبلوغها 3 سنوات. وتهنئه خاصه جدا كمان جايه لها من تيتا سحر وبابا مرقص وماما مارينا وعمته مريهام، بيقولوا لها كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه وهابي بيرث داي ماروسكا. من المعارض الرائعه والجميله جدا اللي احنا متعودين دايما ننقلها على شاشه برنامج سامي والناس هو معرض ريشه عالميه بايدي عربيه الذي تقوم بتنظيمه وتنسيقه ورئيس مجلس الاداره الفنانه المبدعه علا ابراهيم. وسط حشد كبير جدا من كل الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي تم افتتاح معرض ريشه عالميه بايدي عربيه في دورته السادسه من داخل قاعه اصداف بمصر الجديده بحضور كوكبه كبيره جدا من كل الدكاتره والطلبه اللي شاركوا وكمان الهواه والاطفال. وكانت السمه المميزه للمعرض وجود عدد كبير جدا من الاطفال باعمالهم الجميله الرائعه. هنشوف معاكم دلوقتي بعض اللقاءات الجميله او رصدتها كاميرا برنامج سامي والناس، واللي اجرى اللقاءات الاعلاميه شيرين كمال والاعلاميه والصحفيه بجريده اخبار اليوم ياسمين احمد. النهارده في قاعة أصداف ومعرض ريشة عالمية بأيدي عربية في الموسم السادس بتاعها. معانا الفنان طارق ولوحة جميلة جدا هيكلمنا عنها. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. مساء الخير. تعرف بحضرتك؟ طارق سلامة. أهلا بحضرتك. سكندري مقيم في مدينة السادات. أهلا باسكندرية وأهل اسكندرية. عايزة حضرتك النهارده تكلمني عن اللوحات اللي اشتركت بيها في المعرض. هم لوحتين، اللوحة اللي هي المقهى الشعبي القديم واللوحة اللي هي بتاعت لمبة الجاز. كلمني فكرة اللوحات جات لحضرتك ازاي؟ دي اللوحة دي أنا يمكن رسمتها من حاجة و30 سنة، نفس اللوحة دي وأنا في ثانوي وخدت بيها جوائز رغم المستوى المتدني في الريف، بس بيحاول يحلم في قدامه الفجر مع القلل والقمر وقدامه الكتب، يعني بيقرا وبيذاكر عشان ينفذ حلمه بس. طيب حضرتك كلمني عن الالوان اللي استخدمتها في اللوحه. انا بستخدم الوان اكريليك بس انا اللي بصنعها بايدي. واللوحه الثانيه؟ اللوحه دي انا شفتها في صوره ابيض واسود مصر زمان وعجبتني قوي، فيها شغل زي المستشرقين فرسمتها على هذا الاساس، لونتها ورسمتها. طيب صورت طبقه ورنيش عشان بس تحافظ عشان اللمعه وتحافظ عليها كمان. طيب حضرتك النهارده قولي ده اول مره تشترك فيه؟ اول معرض اشترك فيه، لان قبل كده كنت بدرب في اصول الثقافه اجيال كتير، يعني الناس شباب واطفال غاويين فن. طيب احنا لو عايزين بقى نوجه كلمه لاستاذه علا ان هي تدينا فرصه ان احنا معانا. طبعا الاستاذه علا والله استفدت منها كتير، وكانت هي يعني مدت لنا ايديها ان احنا نعرض في المعرض بتاعها، فبنشكرها جدا. في نهايه اللقاء بنشكر الفنان الكبير الاستاذ طارق. ميرسي لحضرتك. شكرا. اشكرك يا فندم. اشكرك. اثناء تواجدنا في المعرض قابلنا الفنانه الجميله، تعرف بيكي؟ مي سلامه. اهلا وسهلا. ممكن تشرحي لي اللوحه بتاعتك؟ هي اللوحه معموله على زيت على الكانفاس، بتتكلم عن الامل وان ازاي واحده بيبقى اي واحده بيبقى عندها دايما فكر زياده قوي ان هي تشوف الحاجه جميله وان عندها مستقبل حلو انها تحققه وانها تعرف تعمله، فمختاره الالوان اللي هي بتدل على التفاؤل والاحمر والاصفر، وان هي شيك يعني لابسه فستان المفروض ان هو يبقى قايم وكده، وعامله بقى البليرواز مع الكانفاس. كل ده معمول يدوي ومعمول باختيار، كل حاجه معموله باختيار يعني. فعلا لوحه مختلفه وبسيطه وجميله. بالنسبه للالوان المستخدمه ليها، انا استخدمت الوان زيت، ومع طبعا مستخدمه سكينه طبعا علشان يبين قد ايه ان هي عامله تاتشات تلامس، يعني ان هو مدي ضي حلو جدا للصوره وكده. قولي لي بقى يا فنانه ايه تاثير الفن في حياتك؟
بصي تأثير الفن بيطلع كل الحاجات الطاقات الحلوة جدا اللي بيخليكي حتى برضو انت حاسة بنفسك جدا. يعني انت بتعملي حاجة انت سبيشال، يعني ربنا مديكي جيفت، فانت قررتي ان انت تستخدميها وتطلعي الجيفت دي ان انت مميزة. ربنا قالك ان انت مميزة في حاجة فلازم نستخدمها، ما ينفعش نسيبها كده مركونة كتير يعني. تهدي اللوحة دي لمين؟ بهديها طبعا يعني لمامتي اول حاجه، ان هي اللي كانت بتشجعني واعتقد يعني انا كان قصدي فيها وهي بترسم ان ماما كانت متفائله جدا ورسماها، وكانت الله يرحمها بنات ماشي جدا. وبهدي طبعا للدكتور علا علشان هي اللي خلتني يعني اشارك في الجاليري ده، ودي اول مره اصلا اشارك بلوحه اصلا، اول مره وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. شرفت بيكي، ميرسي. شكرا. ومعانا النهارده الفنانه حبيبه، رغم ان هي سنها صغير جدا الا انها عامله لوحه غايه في الجمال والروعه. في الحقيقه اللوحه بتاعتها لفتت نظر كل الفنانين وبما فيهم كمان النقاد. ازيك يا حبيبه؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. عرفيني بنفسك اكتر. انا حبيبه، عندي 26 سنه، خريجه فنون تطبيقيه. بقالي تقريبا 10 سنين برسم، والحمد لله يعني وصلت لمستوى ان انا ابدا ان انا اخش معارض، وده اول معرض ليا. كلميني عن اللوحه اللي اشتركتي بيها النهارده. هي لوحة بتتكلم عن أفريقيا وجمال أفريقيا والألوان، وإن هي حاجات اخترت حاجات ألوان تبقى لافتة للنظر قوي. طيب قوليلي منين جاتلك الفكرة بقى؟ ولا حضرتك بتحبي أصلا البنات الأفريقيين؟ أنا بحب أصلا إن أنا أرسم بورتريهات أكتر، مايلة للبورتريهات أكتر، وحبيت إن أنا أرسمها عشان تبقى يعني حبيت ألوانها ملفتة قوي. طيب ده أول معرض نشترك فيه، قوليلي مين اللي شجعك إنك تدخلي المعرض؟ ماما وبابا. ربنا يخليهم لك. استخدمتي ألوان إيه؟ الوان اكريليك. زي ما قلت لك اخترت اللون الاورنج والبيبي بلو، يبقوا يعني حاجه يعني زاهيه قوي. النهارده لو هنوجه كلمه شكر، نوجه كلمه شكر لمين؟ طبعا لماما وبابا لان هم الدعم الاكبر ليا، واختي واخويا كمان شجعوني وقالوا لي خشي المعرض وانطلقي يعني في المجال ده. طب احنا عايزين تنطلقي، قولي لي بقى الفن بيمثلك ايه في حياتك؟ كل حاجه يعني، زعلانه مبسوطه اي حاجه بروح الجا له. انت بتعبري عن اللي جواكي بالفن، ترسمي بالظبط كده. ان شاء الله اتمنى لك مزيد من التفوق والنجاح، وان شاء الله في معارض تانية كتيره جدا نشوفك باذن الله. ميرسي لك يا حبيبتي. شكرا ليكي. والنهارده لينا لقاء مع الفنان، نتعرف بحضرتك؟ فوزي عبد الفتاح احمد. اهلا بحضرتك. كلمني عن اللوحات اللي اشتركت بيها في المعرض. هو حضرتك شايفه هي لوحات كلاسيكيه من الطراز القديم. انا بفضل المدرسه دي، وهي اعتقد ان هي بتتكلم عن نفسها، لان المواضيع من النوع ده مش محتاجه شرح يعني، فهي بورتريهات اكتر منها مواضيع يعني، لكن كل بورتريه بيحكي حاجه معينه. حضرتك بتستخدم الوان ايه؟ الزيت والاكريليك ويعني معظم الخامات، ما بتقيدش بخامه معينه يعني. طيب حضرتك قول لي، ده اول معرض تشترك فيه ولا اشتركت في معارض قبل كده؟ لا انا بنشارك في معارض من الثمانينات، معارض للاسف مش هقدر افتكرها يعني دلوقتي لان هي كتير يعني، السي في مش موجود معايا، ولكن انا مشارك في معارض كتير وعملت معارض خاصه. حصلنا على جوائز بقى وشهادات تقدير. شهادات تقدير في بس مش قادر اتذكرها، انما كنت احب اعلق السي في ولكن طيب لو النهارده هنوجه كلمه شكر، نوجه كلمه شكر لمين؟ هو اولا الاستاذه علا منظمه المعرض، هي تعبت معانا جدا جدا، وهي يعني استاذه جميله، والاسلوب بتاع الاستقبال الفنانين ودعوتهم وتشجيعهم على انه يشاركوا في المعرض ده لوحده يتحط يعني في برواز. وبعد كده في من العيله بقى ومن الاهل يعني، هم شجعوني وربنا يديهم الصحه، اللي توفى يتوفى واللي موجود ربنا يعني يديهم الصحه. نتمنى لك التوفيق والنجاح، والف شكر لحضرتك. شكرا. متشكر جدا ست الكل، ونشوفكم ان شاء الله في معارض ثانيه وناجحه بامر الله رب العالمين. شكرا. شكرا لك. قابلنا الفنانه التشكيليه الجميله معانا في المعرض النهارده، نتعرف عليكي. انا اسمي لنا يوسف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتشرفت بيكي. ممكن تشرحي لنا اللوحه بتاعت حضرتك؟ اللوحه دي اسمها البدايه الجديده، هي معموله بالوان الاكليريك، وهي كلها هي فيها فكره، بس فكرتها ببساطه الحياه الجديده، اللي هو ازاي الفنان او الانسان ممكن لما يجي يبدا حاجه من حياته فبيمزق الصوره القديمه عشان يبدا حياه جديده. اول لوحه ليكي دي؟ لا دي مش اول لوحه، انا عندي مجموعه كبيره من اللوحات، بس ده اول معرض ليا. ايه الالوان المستخدمه في اللوحه؟
الوان الاكليريك. يعني حبيت انها تبقى ما فيهاش الوان جامده قوي ولا الوان سخنه قوي، يبقى فيها الوان بس اللي هي الاخضر، الطبيعه، البساطه، البراءه، علشان تودي الفكره بتاعتي، يعني توصل للفكره بتاعتي. فعلا لوحه مختلفه وكل الناس اتشدت ليها للمعرض. فعلا انا مبسوطه قوي والله جدا. الفنانه الكبيره اللي انا معانا، حضرتك تاثير الفن في حياتك ايه؟ والله هو بصي، هو الفن ده كل حياتي. يعني انا الحقيقه انا مش بس برسم، انا اصلا اكاديميه الفنون، خريجه اكاديميه الفنون نقد ودراما، وبعمل حاليا دلوقتي تمهيدي ماجستير علشان ان شاء الله اعمل ماجستير ودكتوراه. فانا بكتب اصلا وبعمل مقالات نقديه في مجلات كتير، وبكتب روايتي الجديده. فانا الرسم والفن هو اللي بيعبر من جوايا عن الحالات النفسيه الشعوريه اللي ممكن الكتابه ما تعبرش عنها، لان خلي بالك كل حاجه في الفن بتعبر بطريقه ما. فالرسم ده اجمل طاقه تنفيسيه ممكن تطلعي كل اللي عندك من خلال الرسم. تحبي تشكري مين اللي خلاكي وصلتي لكده؟ او والله انا اشكر الوقت والظروف اللي انا مريت بيها علشان هي اللي وصلتني ان انا اعمل كده، فدي حاجه جميله. واشكر والدي الله يرحمه ان هو اللي شجعني، واسرتي، يعني دي حاجه جميله وانا مبسوطه بيها جدا. حلوه بصراحه. ميرسي جدا، ده ذوقك والله. حضرتك النهارده ميرسي جدا. ومعانا النهارده الفنانه شاهندة مجاهد، طبعا هي غنيه عن التعريف. ازي حضرتك؟ ازيكم، اخباركم ايه؟ الحمد لله. كلمينا عن اللوحه اللي اشتركتي بيها النهارده في المعرض. بصي، اللوحه دي المفروض كانت من انتاجي من فتره، بس كانتش لسه نزلت يعني اي معرض. انا قصدت اعمل عن روح الريح العاصفه، فهنا كان كل شغلي قصده فيه، يعني جبت لك الطبيعه اللي طبيعيه طبعا، مش الصامته، عن طريق ان هي في جو عاصف شكلها ايه، مش الطبيعه برؤيتنا العاديه اللي هي دايما الشمس والمور برايت والالوان الزاهيه جدا. لا. طيب استخدمتي الوان ايه؟ بصي، انا استخدمت اكريليك اساسي. انت عارفه الاكريليك ده حاجه يعني بعد ما الصراحه استخدمته نتائجه حلوه جدا، كتصوير نتائجه حلوه جدا. لو انت حطيتيه كميكس ميديا ما بين الجرافيك والتصوير في كل الاحوال ناجح، او يعني ده رايي. تحسي اللي انا بقوله اكتر. يعني بصي، الجزئيه بتاعت الجزء القديم المعمر من زمن اللي راسخ في الارض، وكأن في رياح جايه تانية بتعصف بيه. فيا رب اكون قدرت اوصل الاحساس دوت، وكأن جزء تاني من شجر بس اصغر شويه من كتر الريح. انت عارفه كأن فروعه كلها ماشيه في مهب الريح معايا. انت متخيله؟ كلنا ماشيين في مهب الريح. ايوه بالظبط. اسمحي لي اقدم لك كلمه شكر من البرنامج. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. بشكركم جدا، وكفايه ان انتوا، يعني انا عرفت النهارده ان الاستاذه دكتوره فينوس بتفتح عرفت العمل دي عندي لوحدها كفايه. يعني اكيد عرفوا على طول ان هي تروح تقول شاهندة مجاهد، ده نجاح ليا من قبل اي حاجه. الف مبروك. وكمان ان انتوا بتحسوا بان في تميز في العمل بتاعي، ده كمان نجاح تاني كبير. وميرسي على اهتمامكم وتقديركم. ميرسي ليكي يا حبيبتي. شكرا. انا سعيده جدا باللقاء، وان شاء الله دايما يبقى في لقاءات بيننا كده. شكرا ليكي. كل عام وانتم بخير. النهارده معانا الفنان مدحت فتحي، طبعا احنا كلنا عارفينه، بنشوفه في معارض كتيره جدا، لوحاته غنيه عن التعريف، كما ان هو كمان غني عن التعريف. النهارده معانا لوحه بعنوان الشروق وجمال الشروق. ازيك يا فنان؟ الله يخليكي. ازيك؟ اعرف بيك بقى اكتر للناس. مدحت فتحي محمد. اهلا بحضرتك. كلمني النهارده عن الشروق. حضرتك انا حاولت ان انا اعمل لوحه تاثيريه. بالطبع الشروق بيبقى زي الغروب، لكن اذا لمس المتلقي ان هو ده شروق، يبقى انا قدرت ان انا اوصل الفكره، او ان انا مش مجرد ان انا بعمل منظر طبيعي وبس، لا، ان انا اوصل ان كان ده شروق، غروب، ده ضوء قمر. احاول التقط الزمان والمكان في وقت معين. كلمني كده عن الالوان اللي حضرتك اشتركت يعني اللي حضرتك رسمتها في اللوحه. انا رسمت اللوحه، حاولت ان انا ما احطش الالوان صادقه وصريحه، وحاولت ان انا اعتني بالظلال وبالضوء والابعاد، وحاولت ان انا اكون يعني هو مش تقليدي. هو ممكن الانسان يشوف ان هو تقليدي، لكن هو مش تقليدي. هو الاحساس للمتلقي هو قبل اي شيء، هو اللي ممكن يقول عليه، اللي هو بيرى اللوحه. بس هو المتلقي كل متلقي بيراها بمنظور مختلف. اكيد. النهارده لو هنوجه كلمه شكر، نوجه كلمه شكر لمين؟ طبعا هوجه كلمه شكر للاسره واولادي
وبامانه انا بحاول استشيرهم واخد رايهم، لان هم عندهم احساس تلقائي للفن بطبيعه الحال. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. عايزين كلمة شكر للمدام لو سمحت. بشكر زوجتي شكرا جزيلا لاهتمامها بالاولاد اولا واهتمامها بيا ثانيا، ومنساش طبعا ان انا اشكر صديقي الغالي ورفيق المشوار الفني الدكتور ابراهيم علي الشهير بدكتور ابراهيم فرغلي، استاذ كبير فنان صديق المشوار الفني من اوله، وارجو ان احنا نكمل المشوار في الفتره الجايه. اتمنى ليك يا رب مزيد من التفوق والنجاح، وان شاء الله اشوفك في المعرض الجاي بجوائز تانية اكتر. وميرسي لحضرتك. شكرا. اشكرك جدا استاذه شيرين، وما انساش ان انا اذكر الاستاذ سامي الفنان الكبير اللي عنده احساس مرهف، وانا على المستوى الشخصي بحبه صراحه لانه انسان مثقف وانسان اعلامي كبير، ويا ريت ان هو يبقى صديق. شكرا لحضرتك. شكرا. اثناء تواجدنا في المعرض اتعرف بيكي الفنانه الجميله الفنانه مي يحيى خريجه كليه تجاره. اهلا وسهلا. كلميني عن لوحتك. اللوحة عامة أنا بحب رسم البورتريهات، بس حبيت إن أنا أشارك في المعرض بحاجة مختلفة، فأنا بحب الباليه فحبيت إن أنا أشارك بحاجة زي دي إن أنا بحبها يعني. إيه الألوان المستخدمة في اللوحة؟ وأنا رسماها بخامة الرصاص بدرجات مختلفة طبعا، ودخلت فيها برضو درجات الفحم وبودرة الفحم، وبرضو مستخدمة قلم الجل الأبيض للمعات الإضاءة برضو. أثر فيكي الرسم في إيه؟ عامة أنا بحب الرسم من وأنا صغيرة، فأنا حاولت أطور فيه على قد ما قدرت، فده يعني مستواي يعني على قد ما قدرت، ولسه طبعا هطور نفسي أكتر، فبحس إن هو بيعبر عني وبحب إن أنا أدخل فيه يعني. تحبي توجهي كلمة شكر لمين على اللوحة دي؟ الشكر طبعا لربنا أول حاجة، ثم أهلي وقفوا جنبي يعني وبيشجعوني، طبعا قرباتي وعمتي طبعا بيقفوا جنبي ويساندوني، هما برضو اللي بيدوني الشغف والأفكار، وطبعا أستاذة علا يعني صاحبة المعرض ليها طبعا الشكر كله. شرفت بيكي. ميرسي جدا. أنا اللي اتشرفت بيكي جدا. من خلال تواجدنا في المعرض مش هننبهر لوحدنا طبيعي يعني، فاحنا لقينا الفنانة المبدعة اللي أبهرتنا باللوحة بتاعتها. احنا هنتعرف عليها دلوقتي وهتكلمنا عن اللوحة معاكم. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ عرفيني بنفسك. انا كنزي مصطفى، اداب فرنسي عن جامعه عين شمس. اهلا يا كنزي. كلميني عن اللوحه المبهره اللي بتخطف العين كده لاي حد معاك. شكرا ربنا يخليكي. انا اللوحه بتاعتي بعنوان اللي هي متحف المومياوات الملكي، انا اشتغلت عليها شهر بالكونتر. ده الكونتر في متر و70. في الرسم ده اسمه سترينج ارت، تمام. من خلال المسامير والخيوط ببني لوحه كامله والفسيفسات، تمام. انا عامله ان انا كأنها توابيت طالعه للشمس، ان اوريدي الجعران كمان من ضمن الاله الموت. انا حبيت ان انا اوضحها في لوحه زي كده. هي اخدت مني شهر يعني. خليني اسالك بقى، الفكره اصلا جات لك منين؟ معرفش، هو وقتها انا جيت بعملها كان وقت المتحف، فحاولت ان انا ادور على اقرب فكره ليها، فكانت ساعتها متحف المومياوات، فحبيت ان انا اجسدها ان هو يبقى هرم مفتوح طلع منه المومياوات طالعه للسماء، ان هي كده اوريدي كانت خلاص يعني. طيب انت كل شغلك بالمسامير والخيوط ولا هي اللوحه دي تحديدا؟ لا هي اللوحه دي تحديدا، بس انا بشتغل جميع انواع الرسومات سواء زيت او اكريليك او فحم او رصاص او ايا كان، بس انا كمان بحب اشتغل شغل هاند ميد اكتر. طيب قولي، ده اول معرض تشتركي فيه؟ لا ده انا اشتركت في معارض كتير قوي، في منه بانوراما حرب 6 اكتوبر، ومعارض في الجامعه افتتاح الجامعه، ومعارض كتيره بره يعني غير هنا، بس مش اول مره لا. طيب لو عايزين نوجه كلمه شكر بقى، نشكر حد كده ان هو شجعنا ووقف معانا، نشكر مين؟ اولا طبعا لازم اشكر مامتي هي بابايا طبعا، بس مامتي اكتر حد وقف معايا، واخواتي طبعا واصحابي، وطبعا كلمه شكر اكتر تحديدا لدكتور ياسر عبد الرازق. دكتور ياسر عبد الرازق ده استاذي في الجامعه ومشرف، هو رئيس فنون تشكيليه عندنا في جامعه عين شمس، هو سبب ان انا اوصل للمستوى ده جدا. ايوه بس انت عندك الموهبه. عندي، انا من وانا صغيره من ايام ما كنت المدرسه كنت بشتغل الحاجات دي يعني. ميرسي ليكي يا كنزي، وانا مبسوطه جدا ان انا قابلتك وشفت اللوحه ديت. اتمنى لك مزيد من التفوق والنجاح. شكرا. ميرسي لحضرتك. انا اكتر. لينا لقاء مع الفنان الكبير حسن. ازيك يا حسن؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. عرفني بنفسك اكتر. حسن عبد الفتاح حسن، فنان تشكيلي 24 سنه. اهلا بيك. كلمني النهارده عن اللوحه اللي انت اشتركت بيها في المعرض. هي لوحه عاديه جدا، منظر طبيعي. حبيت بس ابدا بالمنظر الطبيعي لان هو حاجه كده الهاميه كبيره جدا، يعني تقدري تقولي عليها بدايه قوه، بدايه تحفيز، بدايه نشاط جديد، تحقيق ذات. انا بحب لما اطلع الافكار دي اطلعها في المنظر الطبيعي عموما،
طيب كلمني عن تدرج الالوان اللي انت استخدمتها. هي الالوان الخامه جواش ماركه تالنس، الدرجات استخدمت احمر برتقاني اصفر ودمجت مع بعض عشان اعمل درجه السما، وهنا الشمس معاها في الغروب برضو ان انا بعمل الدمج السما كويس جدا، فعشان احس ان هي حاجه متفتحه، والميه والبحر بيليق معاها، والجبل برضو عملته بالاسود بحيث ان هو ايه الظل بتاع الخلفيه نفسها يبين شكل اللوحه. طيب انت لو بصيت للوحه كناقد مش كفنان ممكن تنتقدها ازاي؟ يعني لو من ناحيه النقد هقول ان هي بتعبر عن حاجه، يعني ان هو ايه ان الانسان يبدا حياه جديده، فيها رساله، نظره امل، رسالتها نظره امل. طيب احنا هنسمي اللوحه نظره امل. بالظبط، ان انا شايفها كده. طيب بمناسبه الفكر الجديد يا حسن، شايف فين نفسك بعد 10 سنين؟ يعني الحمد لله هكون وصلت العالميه، شايف هكون حاجه كبيره باذن الله يعني، وباذن الله ده توفيق من ربنا. يعني انا بقول كل شيء بامر الله، اللي هو اسعى يا عبد وناسها معاك. طيب اسعى يا عبد وناسها معاك، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس، فقول لنا كده كلمه شكر. يعني بشكر جميع الفنانين كلهم ودكتوره جيان، وبشكر كل اصدقائي اللي معايا عموما يعني بصفه عامه، وفي شخص واحد بس عايز اذكر اسمه، هو عزيز عليا جدا، هو اخ ليا وعشره عمر، اسمه دكتور محمد مصطفى علي عبد الرحمن. يعني ده من ايام الاخ، كان سند ليا، هو اللي مديني الدعم بصراحه. شكرا ليك يا حسن، واتمنى لك التفوق والنجاح. شكرا ليك يا رب، انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واتمنى دايما نكون مع بعض في معارض تانية باذن الله. انت منورنا يا حسن، شكرا. الله يخليك، شكرا. اثناء تواجدنا في المعرض تعرفنا على اصغر فنانه في المعرض، اسمك ايه؟ كنزي ياسر. ازيك يا حبيبتي؟ قولي لي ايه اللي عامله اللوحه دي بالوان ايه؟ اكريليك. اشرحي لي اللوحه بتاعتك، كلميني عن تفاصيلها. انا اول حاجه عملت هنا اوفال كده، وبعدين عملت واحد تاني، وبدات اعمل فيه اوفال صغير كده، وبدات اعمل التفاصيل دي ودي، وبعد كده قمت عامله دايره كده، وبدات اعمل اللي هما دول، وبدات اعمل دول برضو، وعملت بعديها الغصن ده، وبعد كده قمت عامله دي كده برضو، يعني هو شبه يعني زي اوفل بس اصغر شويه، وبدات اعمل دي دايره كده، وبدات اعمل فيها تفاصيل، وبعد كده عملت دي العينين، وعملت الجناح كده، وبعدين دي، وعملت التفاصيل، وبعد كده دول، وعملت رجلين. تحبي تشكري مين؟ المدرسة بتاعتي، وماما، وسوسو، وجدو. اتشرفت بيكي حبيبتي. النهارده لقاء مع الفنانه انجي صبحي. ازيك يا فنانه؟ اهلا يا فندم. كلميني عن اللوحه اللي اشتركتي بيها في المعرض. انا حبيت اشارك بلوحه لاندسكيب، استخدمت فيها الوان الاكريليك، بميل اكتر للمناظر الطبيعيه عن البورتريه يعني او الطبيعه الصامته. حبيت اعبر فيها عن جمال الطبيعه والالوان الطبيعيه، الوان السماء والخضره. طيب قولي لي اللوحه خدت منك وقت قد ايه؟ خدت مني تقريبا اسبوع، بس كان يعني وقت مكثف، يعني كنت بقعد في اليوم بقعد وقت كبير على ما اخلص فيه. الفكره بقى جات لك ازاي؟ الفكرة أنا بحب يعني بجيب مناظر طبيعية، صور طبيعة حقيقية، وبحب يعني أخد منها الفكرة وابتدي أن أنا أطبقها على الكانفاس يعني. طيب الفن بيمثلك إيه في حياتك؟ بيمثل لي كل شيء، يعني بيمثل لي الطبيعة، بيمثل لي الجمال، بتعبر عن إحساس الإنسان من جواه، يعني كل شيء الواحد ممكن بيطلعه في الفن. طيب قولي لي، هو الفن بالنسبه لك يا انجي هوايه ولا انت دارساه؟ هو للاسف انا ما جاتليش الفرصه ان انا ادرسه، بس بعد ما خلصت دراستي درست دراسات حره في كليه فنون جميله، خدت كورسات، ودلوقتي كمان بدرس الايقونه.
فن الايقونه القبطيه. لو النهارده بقى عايزين نوجه كلمه شكر لحد بقى ايه وقف جنبنا ودعمنا والحاجات الحلوه دي، نوجه كلمه شكر لمين؟ طبعا بشكر استاذه علا لانها بصراحه تعبت جدا على ما قامت بتحضير المعرض وكده، وبشكر كل الدكاتره الفنانين اللي هم ساعدوني وعلموني في الفن زي دكتور مراد درويش في كليه فنون جميله ودكتوره اسماء الدسوقي بس ودكتور محمد غالب. بصراحه ليهم دور كبير يعني ان انا ارجع تاني للفن وان انا ارسم واتعلم حاجات حلوه دي. ميرسي ليكي يا انجي، اتمنى لك يا رب مزيد من التفوق والنجاح وان شاء الله نشوفك في معارض تانية كتير. شكرا. شكرا لحضرتك وللقناه. شكر خاص جدا للفنانه المبدعه الدكتوره علا ابراهيم على كل معارضها المتميزه الرائعه واللي بتنال على اعجاب كتير جدا من كل الحضور، كمان الاهتمام الرائع اللي بتهتم بيه بكل الفنانين، كل المميزات الجميله قوي اللي بتعملها داخل المعرض من تكريمات ودروع تكريم وشهادات التقدير اللي هي بتهتم بيها خصيصا لكل الفنانين عشان خاطر تقدر تقيم وتقدر كل اعمالهم الجميله الرائعه. شكر خاص جدا لقاعه اصداف اللي استضافت معرض ريشه عالميه بايدي عربيه، كل الشكر لكل القائمين على هذا المعرض الرائع الجميل. قدم انا الاعلامي سامي الرسام بخالص تهاني واجمل منى وارق تحياتي الى الزميله الاعلاميه بسمه عصام، وهي حاصله على ليسانس اثار من جامعه سوهاج، وكمان حاصله على دبلومه في فن الاتيكيت الاسلامي، لانضمامها لاسره برامج سامي والناس وحكايات مصريه وفنانين في حب مصر على انها تكون اعلاميه معانا وتشارك معانا، وكمان تنقل كل ما يخص محافظه سوهاج من مواهب وفنون تشكيليه ومهرجانات ميك اب ارتست وفن تجميل ومؤتمرات ومشاكل وحالات انسانيه الى غيره. اجمل منى وارق تحياتي واجمل التهاني للزميله الاعلاميه بسمه عصام مع تمنياتي لها بالتفوق والتالق والنجاح دائما. هنروح بيكم دلوقتي عشان نقدم تهنئه خاصه جدا من محافظه الشرقيه في مهرجان الشرقيه للتذوق تحت اشراف وقياده وتنظيم الشيف الرائع الجميل اسماء طه، بحضور عدد كبير جدا من كل الشيفات من كل محافظات جمهوريه مصر العربيه، كمان مع حضور الشيف الشربيني اللي هم دخلوا في مسابقه للتذوق بمحافظه الشرقيه بمدينه الزقازيق. وهنقدم لكم دلوقتي اجمل التهاني للشيف احمد سكر لحصوله على المركز الاول في مسابقه مهرجان الشرقيه للتذوق، وكمان ببعت بخالص التهاني للشيف يوسف مصطفى لمشاركته الفعاله والجميله في مهرجان الشرقيه للتذوق، واللي اجرى اللقاء معاهم الاعلاميه جيجي محسن. مساء الخير، حضرتك ممكن اتعرف بيك؟ معاك الشيف احمد جمال عبد الله من اولاد مهرنا بالبيت الشرقيه. ممكن تقول لي انت عملت ايه النهارده او ايه هو الطبق اللي انت قدمته؟ انا الطبق النهارده عملت طبق مكون من فتة كوارع بصوص بدقه بالخل والثوم وخضار سوتيه. حلو جدا. هي دي اول مره تشترك في مهرجانات ولا قبل كده اشتركت؟ دي اول مره في حياتي اشترك في اي مسابقه، دي اول مهرجان وبجد حاجه تشرف يعني ان شاء الله. طب حضرتك توجه كلمه الشكر بتاعتك لمين؟ انا اوجه اول حاجه للشيف اسماء طه رئيس المهرجان، وبوجه الشكر لكل اللي ساندوني ووقفوا جنبي، وبشكر حضرتك وبشكر كل الناس اللي معانا هنا الشيفات انا اتشرفت بيك والله، وفعلا طبقك كان رائع بس الحمد لله خلص على طول فما لحقتش ادوق بصراحه. الله يبارك لك، كله من ذوق والله، الله يبارك لك. شكرا. مساء الخير، ممكن اتعرف بيك؟ طبعا حضرتك، اسمي الشيف يوسف مصطفى رمضان. اهلا وسهلا بيك. ممكن تقول لي انت قدمت ايه النهارده؟ ايه هو الطبق اللي انت قدمته؟ قدمت 4 ايتم، حلاوه الجبنه طبعا مش موجوده في السوق، حلو الجبنه والجوزيه والشكلامه التركي اشهر حاجه في مصر لسه نازله السوق، ده 3 اصناف. وعندك امبروليه ايوه لسه حاجه طبعا نازله السوق، والحمد لله شكر لله للشيفات اللي علموني برضو الحمد لله تمام. طيب دي اول مره تشترك في مهرجان ولا اشتركت قبل كده؟ لا اشتركت قبل كده في كذا مهرجان، يعني 2 بالظبط وده الثالث. تمام. ممكن تقول لي كلمه الشكر انت توجهها لمين؟ اوجهها للشيف اسماء طه. أيوة. ده رئيسة المهرجان طبعا، اوجه لها الشكر اللي هي عامله حفله جميله يعني. شكرا لحضرتك، انا سعيده جدا ان انا اتكلمت معاك، وفعلا طبقك جميل ومدهش بس طبعا مش لحقناه برضو. شكرا يا باشا، شكرا.
وبنهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين ارجو ان تكون كل فقراتنا قد نالت اعجابكم، على اننا منتظرين تبعتوا لنا كل مشاكلكم، كل مواهبكم، كل حالاتكم الانسانيه على صفحتنا على الفيسبوك برنامج سامي والناس، او صفحه سامي الرسام، او تبعتوا لنا كل ما يخصكم على الواتساب ب 012 اللي موجود على الشاشه. على امل القاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم ان كان في العمر بقيه، والى اللقاء.